يا صباح الفل والورد والياسمين على كل اخواتي وحبايبي المنورين ومشرفيني في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وراحة بال وافضل حال يا رب. النهارده يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم يا رب وينال رضاكم. يلا بينا ندخل على الفيديو النهارده ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده حبيت بس ان انا يوم مختلف كده وجميل، بما ان مناسبة المدارس خلاص الاسبوع الجاي باذن الله، كل سنة وانتم طيبين. فحبيت ان انا اعمل لكم بصراحة اختراع جميل جدا 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 يا بنات، وتحفة جدا جدا جدا. هيعالج معانا الهمدان للأطفال، وهيعالج معانا التركيز، ماشي، وهيعالج النسيان، ماشي، ويدي كده نشاط وباور كده للعيال كده، ان هم لما يقوموا الصبح كده بإذن الله يبقى عندهم طاقة وباور بإذن الله، ان هم يستقبلوا اليوم بتاعهم ان شاء الله يوم جميل وممتع بإذن الله، وما يبقاش فيه كده اول يوم بقى توتر كده وعدم تركيز والكلام ده وكده. زي ما انتوا شفتوا انا كان عندي بلح عادي خالص، لو عندك عجوه تمام ينفع، ولو ما عندكيش عجوه ينفع اللي هو البلح الاسود. زي ما انتوا شايفين كده كنت انا مفصصاه وبدات ان انا اهرسه، وجبت 3 حبات كده من الموز او 4، وتبداي برضو ان انت تهرسيهم كويس. معلش هقفل وارجع لكم تاني يا بنات. فرجعت لكم تاني الحمد لله. نبدا زي ما انتم شايفين كده هنهرس الحاجه بتاعتنا ديت ونبدا نحطهم على بعض. بعد كده انتظروني، دوت مش عك ولا اي حاجه يا بنات، والله قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا. هنحط هنا معلقتين من السمنه، الحله اللي انتم شفتوها ديت انا حاطه نصها سمنه ونصها زيت لان انا محتاجاهم. وبعد كده حطيت بتاع معلقه من السمسم كده حبه حلوين، ومعلقه من حبه البركه. هنبدأ نحطهم على النار، تمام، وبعد كده نقلبه كويس جدا جدا جدا. لسه ما حطيناش بقيه الحاجه بتاعتنا، حطينا هو زي ما انتم شايفين كده 5 من المسمار او من القرنفل حسب ما بتسميه، وهنحط معلقه قرفه ونحط معلقه زنجبيل. هنا القرفه انا بحب القرفه فبحب اكتره هنا. طب هتقولي لي قرفه ازاي على موز وبلح؟ عايزه اقول لك ان القرفه، ان الموز والبلح بيموتوا في حاجه اسمها قرفه. جربي وهتدعي لي والله. بس لو انت اول مره تجربيها ومش بتحبي القرفه قد كده فيها، اعملي بس معلقه صغيره فيها بس، صدقيني هتفرق في الطعم جدا جدا جدا. وزي ما احنا قلنا احنا بننشط العيال، الاكله دي تنشيط ليهم كتركيز زي ما قلنا، زي باور زي طاقه، كل حاجه حلوه ان شاء الله هتبقى معاهم باذن الله من الاكله دي باذن الله. هنا بقى جبت جبت الصينيه بتاعتي ونص كيلو من الدقيق، ما استخدمتش ازيد من كده، تمام. نص كيلو من الدقيق هنزل عليهم برشه من الملح، ب3 معالق من السكر، ماشي، وبعد كده اعجنهم بميه فقط، مش هنحط ازيد من كده. الاكله سهله وجميله وممتعه، ماشي، وفي نفس الوقت هتعالج الكسلان وهتعالج عدم التركيز، وتعالج عندنا النشاط، ان احنا ان احنا كده يبقى عيالنا نشاطه كده وكويسين وعندهم التركيز بتاعهم حلو والكلام ده وكده. طيب، هنا بقى بعد ما احنا مش عارفه والله يا بنات انا ده كله كنت بعمل ايه، بس يعني الحمد لله اعذروني يعني. لو وصلتي معايا لغايه هنا فبالله عليك يا حبيبه قلب اختك ما تنسنيش بالله كل اشتراك علشان بيفرق معايا كتير باذن الله. هنا هوت بقى شكلي كنت بجيب الميه فعلا، بقلب بقى المقادير اللي انا حطيتها مع بعض كلها، اللي هي الجافه، اللي هي السكر بالملح بالدقيق، بقلبهم كويس وبعد كده هنزل بالميه. زي ما قلنا كذا مرة، لبنات الحلوين الأمامير المقبلات على المطبخ، العجين، والله المخبوزات عامة سهلة جدا 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 جدا. المهم انك انت تعرفي ملمس العجينة، اذا كانت هي محتاجة مية ولا مش محتاجة المية، استكفت ولا ما استكفتش كده يعني. فهي سهلة، واحدة واحدة جربي وصدقيني هتتعلمي وهتبقي بيرفكت. انا ما كنتش شاطرة ولا اي حاجة، انا اللي علمني كده هو التجربة، ان انا بحب اجرب، وكنت بفشل كتير والله يا بنات، بس الحمد لله بفضل الله، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، اتعلمت فضل ونعمه من الله. فانا عايزه اقول لك احنا مش بنتولد بنبقى بسم الله ما شاء الله كده ان احنا عندنا بسم الله ما شاء الله كده ان احنا نقدر نعمل كل حاجه وي وي، لا هو كله بالتعلم. زي ما بتعلمي عيل صغير كده الف باء وبتعلميه ان هو يشتهج ويقرا، نفس الحكايه احنا كمان بنتعلم، ماشي. فهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بعجن العجينه، وببدا ان انا اخد بقى شقشاق شقشاق ميه. فانا هنا هتلاقوني بعجن عادي، بس برضك هاخد زي تندية ميه كده في ايديا وابدا اعجن تاني. وزي ما اتفقنا
كل ما هتدي العجنه حقه صدقيني هتطلع العجينه ناعمه معاكي وممتازه وتحفه. فاحنا عايزين هنا نتفق ان العجن دوت حاجه ممتعه وجميله، عملتيها بحب هتطلع معاكي ان شاء الله حلوه وجميله. واهم حاجه وانت بتعمليها بحب ما تكونيش مستعجله على العجن وان انت عايزه تخلصي، لا خليكي عندك تريث كده، وانك انت اللهم صل على حضره النبي تصبري، وانك انت تعجني فيها وما تبخليش عليها، وتفضلي تعجني زي ما احنا قلنا هتطلع معاكي العجينه مبهره وجميله. هو العجن بيحب زي ما بيقولوا ايه عجن، سبحان الله، هو بيحب انك انت تفضلي تعجني فيه على طول. هنا بقى هتشوفي بقى ايه، بصي ببدا اهوت ان انا ايه حطيتها في صينيه تانية تبقى مفروضه عشان اعرف اعمل اللي انا عايزاه فيها، وهبدا هرفعها. بصوا بندي ايدي ازاي، مش مجرد ان انا اروح واصب، لا لا، بحط ايدي في الكوبايه عشان خاطر اخد كده زي تنديه كده وانزل بيه. ابدا هنا زي ما انتم شايفين كده اقعد اضرب فيها بقى. العجن بيحب الضرب يا جماعه. فزي ما انتوا شايفين كده اهوت بعجن وبضرب بعجن وبضرب. كل ما بتعملي الحركه دي كل ما بتاخدي نتيجه تحفه من العجينه بتاعتك، ايا كان في اي مخبوزات بقى عامه. تمام، بيتزا، فطير، بتاع دوت، قرص، ايا كان ايه. لو ضربتي العجينه بتاعتك بالطريقه ديت هتطلع معاكي العجينه تحفه والنتيجه تحفه باذن الله. كده اهوت بقى بدأت ان انا اخلص خلاص. هبدأ بقى الزيت بالسمنة، انا سيحتهم على النار ماشي. فانا ايه هبدأ احط كده عشان انا ايه محتاجة ان انا ايه اقرص العيش بتاعي او العجينة بتاعتي اقرصه، وبعد كده ايه ابدأ بقى ان انا اعمله. معلش يا بنات هقفل معاكم تاني وبعدين هرجع لكم تاني معذرة. رجعت لكم يا بنات بقى. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم ان الفطيره دي حصري عندي انا والله يا بنات ماشي. يعني انا اللي الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. موضوع انك تحطي القرفه على البلح والسمسم والحاجات ديت، انا عايزه اقول لك انا كنت بحب اعملها كده لما كان بيبقى عندي ماشي، وكنت احب كده ان انا اجرب كده وادوق الطعم، يعجبني الطعم خلاص. بس انا عايزه اقول لكم والله يا بنات ان فعلا طعمها خرافه. لما بتيجي تدوقي كده مش انت مش عارفه تميزي بلح مع الموز مع القرفه، داخلها كذا طعم، مدي فعلا تيست عالي جدا جدا جدا. وزي ما انا قلت لكم دي بتدي طاقه وباور تحفه جدا جدا للاطفال، كويسه بتقوي المناعه، لان بسم الله ما شاء الله الله اكبر فيها قيمه غذائيه عاليه جدا جدا. تمام. طيب هنا بقى باذن الله بقى احنا الفكره هنا ايه بقى، ان احنا لو انت عملتي الفطير دوت لعيالك هم رايحين المدرسه، معذره يا بنات، لعيالك وهم رايحين المدرسه، فانت وفرت كتير، وفرت كتير كتير كتير. اولا انت اديتيهم طاقه وباور وكل حاجه بقى، مش عايزه اقول لك ان انت هتجري ورا فيتامينات وتدي فيتامينات عشان تقوي وي وي، لا. لا لا لا، ده كله هيلغي مع الفطير دوت، هيلغي تماما الموضوع دوت ما شاء الله. فانا هنا اللهم صل على حضره النبي. فكره الفطير ديت انا حبيت ان انا اعملها علشان خاطر فعلا عيالنا محتاجينهم فتره دخول المدارس، وان هم محتاجين فعلا يقوي نفسيهم والكلام دوت وكده. فالفكره دي تحفه جدا، حلوه ان هم ياخدوهم معاهم هم رايحين المدرسه. تمام. جميله. وزي ما قلنا ايه زي ما قلنا انها ايه تديهم طاقه كده وباور. هنا بقى قلت اركن العجينه على قد ما اقدر، ممكن ساعه ساعتين براحتك. فانا قلت كده كده انا هركنها عقبال ما ابدا اعمل ايه بقى الحشوه التانية، لان انا هعمل فطير حشوته حلو وفطير حشوته حادق. تمام. فانا هنا قلت عقبال ما اخلص والكلام دوت وكده يكون انا ايه الفطير بتاعي او اللقمات بتاعتي او العجينه بتاعتي ارتاحت وخدت راحتها. فاحنا عايزين هنا الفكره في انك انت العجين بتاعك هتعجنيها وتغمزيها زي ما انت شفت كده بالسمنه بالزيت، وبعد كده تسيبيها وتركنيها. لو هتعمليها وهتقومي يا ستي تنضفي الشقه وتروقي الدنيا والكلام دوت وكده وتغسلي مواعينك وبعد كده تعملي الحشوه، يبقى تمام. تمام، يعني ما فيهاش اي عطله. هنا بقى نزلت بايه باللحمه بتاعتي الربع مش هنقول ربع كيلو، لان انا زي ما انا قلت لكم قبل كده في الحلقه اللي قبل كده انا كنت جايبه كيلو من اللحمه، فحبيت ان انا اقتصد في اللحمه دي. فانا باذنك يا رب باذن الله انا خدت منها كده زي مرتين ربع كيلو. تمام. وبعد كده دي تاني مره من الربع كيلو، يعني انا عايزه اقول لك اقل كمان من الربع كيلو. هبدا زي ما انتم شايفين كده ان انا ايه اشوحها كويس مع البصل واحط التوابل بتاعتي، وبعد كده احط بتاع شقشاق ميه واسيبها تستوي براحتها، وبعد كده اقفل عليها النار واسيبها تهدى برضو وتبرد خالص، علشان انا مش هشتغل بالعجينه بتاعتي وهي الحشو بتاعي سخن. حتى لو انتوا خدتوا بالكم اهوت الحله اللي فيها
البلح بالموز انا كنت عملته خلاص الحمد لله وقفلته علشان اسيبه يبرد تماما. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده كنت بفتت كويس اللحمه المفرومه عشان تبقى مفروله كده وحلوه، وابدا بقى احط بقى، حطيت ملح وفلفل وقرفه وزنجبيل وكمون وبس، تمام. ما حطيتش ازيد من كده في اللحمه بتاعتي. وزي ما قلنا هنحط بقى بتاع نص كوبايه ميه علشان خاطر اسيبها تستوي براحتها وتاخد راحتها كده في السوا، بحيث ان احنا ايه الفطير بتاعنا ما بياخدش وقت في السوا على النار يا بنات. يبقى انا مسويه حاجتي كويس جدا. او حطيت شقشاق ميه ورجعت احط قدام تاني واسيبهم بقى يستووا عادي خالص والدنيا تبقى تمام. حطيت بقى في الاخر كده، حطيت بقى بتاع فصين، مش فصين بالظبط، 4 فصوص من التوم، هرستهم وبعد كده حطيتهم معاه. هنا الشطه الخضراء بقى براحتك انتي، انا بحب الحاجه مشطشطه فانا بحطها. طب انتي لو مش عايزه مش مهم. فاهمين الفكره في ايه؟ بدات اغطيها اهوت وسبتها. هنا بقى رجعت للعجينه بتاعتي. انا عايزه اقول لكم بعد ساعتين يعني كانت ارتاحت وخدت راحتها جدا جدا جدا. هنا بقى جبت الصاجه بتاعتي وهبدا بقى ان انا ايه، شوفوا هنا كويس قوي جدا انا هفرد ازاي الفطير بتاعي. يعني انا مش هفرده مطول، لا انا هفرده كده بالطول. قطعت منك حته بسيطه عادي مفيش اي مشكله، يعني احنا هنعالجها باذن الله. هنا بقى كان اللحمه المفرومه بتاعتي كانت بردت تماما خالص. ما تشتغليش بالعجينه في العجينه وهي الحشو بتاعك سخن، تمام، ما ينفعش. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده اهوت هبدا اركنها واسيبها برضو ترتاح لغايه اما اخلص العميات بتاعتي كلها، وبعد كده ارجع لاول واحده انا بدات فيها. بصوا بفرد اهوت. الموضوع سهل يا بنات والله وجميل. فاهمين الفكره في ايه؟ فقومي جربي كده وان شاء الله هتدعي لي باذن الله. بالله عليكي لو وصلتي لغايه هنا ما تنسينيش باللايك والاشتراك بتاعك علشان بيفرق معايا كتير وبيدعمني طبعا وبيدخل على قلبي السرور. ربنا يكبر بخاطركم ان شاء الله زي ما بتكبروا بخاطري. هنا اهوت وبنزل السمنه بتاعتي عادي اللي كانت في الصينيه. لما تخلص مني هبدا اخد بقى من الحله من اللي انا ايه سيحتها اللي هو السمنه بزيت، تمام. العجينه بتاعتي بصوا بسم الله ما شاء الله بتتفرد معايا بسهوله علشان انا سبتها ترتاح. لو انت سبتيها ترتاح كويس هتفرد معاك وهتبقى جميله جدا. هنا زي ما انتم شايفين اهو كل ما بفرد بشد وبرضك اعملها يمين وشمال علشان خاطر اضمن ان الحشوه بتاعتي ما تخرجش من العجينه بتاعتي خالص او من الفطيره بتاعتي. بدات كده اخد من الحله بقى خلاص. فانا عايزه اقولك اذا كنت هتحشيها حشو حادق او هتحشيها حاجه حلوه هتبقى كويسه جدا وهتعجبك جدا. طيب انتي ممكن احنا ممكن نتوقف على بس الحشوات ديت ولا ممكن نحط حاجات تانية؟ لا طبعا هتحطي. ينفع تحطي اي حاجة تانية، يعني عايزة اقولك ممكن تحطي جبن، ممكن تعملي البصل بالسماق بالسكر على النار تشوحيهم كده بحتة سمنة وتحشيها بس بصل بالسماق وكده. فاهميني؟ ممكن تحطي جبن بس الجبنة تحطي عليها زيتون وفلفل وحبة البركة وسمسم وتحشيها بس من جبن. بصي ما تتوقفيش، انا بديك الفكرة وانتي تشغلي الدماغ في انك انتي ايه الحشوة بتاعتك انتي. فاهماني؟ ما تتوقفيش على نفس الحشوات بتاعتي. بس احنا بنتكلم من ناحية الحلو، احنا قاصدين ان احنا نعمله فعلا وان احنا عايزين نعمله علشان ندخل طاقة وباور على اطفالنا عامة، تمام. فانتي الحشوات بتاعتك بقى كلها زي ما انت عايزه. ممكن تحشي تحشي نوتيلا، ممكن تحطي لوتس، ممكن تحطي الاسباتشو او اللي هو كريمه الفستق، فاللي انت عايزاه عامه. هنا هي بدات بقى ان انا احط ايه الخلطه بتاعتي اللي هي الايه الحلو. الامر سهل يا بنات وصدقوني هتعجبكم جدا. انا عايزه اقول لكم والله والله يا بنات ان الطعم كان خرافه. وعايزه اقول لك طراوه الفطير مع الحشوه يعني انا هقول لك بقى مع الحشوه اللي هي الحلوه دي، مع الحشوه الحلوه دي مديها طراوه انت مش عارفه تميزي دي فطيره ولا دي قرص ولا دي ايه بالظبط. لا تحفه 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 تحفه، جربيها ومش هتندمي صدقيني. تقدري هنا تعملي
المقدار اللي انت عايزاه، وتحطي في الصينيه بتاعتك. ماشي. تعملي النهارده مثلا لو الكميه مثلا كتير عليكي، ممكن تعملي ان كميه تحطيها في التلاجة لتاني يوم. تمام. او يعني ممكن تقعد معاكي في التلاجة وهي في الصينيه بتاعتها من يوم ل5 ايام، يعني هنقول اسبوع عادي في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه. تمام. بس تكوني مغطياها بس عشان خاطر ما تاخدش من روائح التلاجة او الحاجه اللي فيها. زي ما انتم شايفين هنا بقى بدات ان انا افرد. تمام. طبعا انا عارفه الحاجه الحلوه بتاعتي وعارفه الحاجه الحادقه. بتتفرد معايا ازاي بسهوله يا بنات، ما شاء الله الله اكبر يعني. هنا بقى كان عندي موتزاريلا، دي براحتك برضك واختياري، حابه تحطي منها حبه، مش حابه انت حره. بس صدقيني حلوه وجميله جدا جدا جدا. انت دخلتي كذا اكله مع بعضيها، اكنها بيتزا وفي نفس الوقت اكنها فطير شرقي، واكنها يعني انت دخلتي كذا حاجه مع بعض. تمام. هتديكي نتيجه حلوه وجميله. هنا بقى الحلو بتاعي كنت بزينه بالسمسم وفي النص حبة البركة عشان يبقى مميز كده ومعروف ان دوت الحلو بتاعي. هنا بقى عادي حطيت كده، كان شوية بقى من ايدي، قلت احط ايه حبة البركة برضو ايه على الوش كده كايه كشكل ومنظر. حطيت بقى طماطمية زي ما انتوا شايفين كده شرائح. التزيين بتاعك انت برضو، حابه تحطي حبه مش حابه انت حره. تمام. انا حبيت ان انا اعمل حاجه ايه، شغل كده عالي وحلو. دخلت الفرن على درجة حرارة تكون عالية. حطيتها بتاع مثلا قولي أقل من 10 دقايق، 7 دقايق كده، وهي درجة الحرارة من غير الشواية. وبعد 7 دقايق بدأت أشغل الشواية مع النار من تحت، الاتنين شغالين مع بعض. زي ما انتوا شايفين النتيجة مبهرة يا بنات والله العظيم. كمنظر كده اصلا يعني انا الحمد لله اللهم لك الحمد كلت، والحمد لله اللهم لك الحمد وخلص الحمد لله. وعايزه اقول لكم من منظره تاني وانا بقى منتج كده، والله يا بنات عايزه اكل منه تاني. فلا تحفه تحفه تحفه، جميله وطريه وحلوه. بتقرمش من بره ومن جوه طريه كده وحلوه، لا حاجه حلوه. هنا بقى كنت بوريكم ان بصوا يعني بوريكم ان الوش طري ازاي والفطيره طريه. طريه، مش لا مش ان هي مثلا ان هي كده مثلا تبقى ناشفه كده وتجز على اسنانك علشان تعرفي تاكلها، لا حلوه ما شاء الله. من بره ناشفه، ومن جوه كانت ما شاء الله طريه كده وحلوه. هنا بقى ما كنت للاسف للاسف معلش اعذروني وانا اسفه في الحته ديت. كنت في المقطع ده كده بقى بقطع في الحلو، بس للاسف ما جاتش يا بنات، فمعلش اعذروني والله يا بنات. هنا بقى هوريكم الصينيه هي دوت اللي انا ايه ما خبزتهمش بقى على النار ولا اي حاجه، هعينهم في التلاجة بحيث ان انا اكلهم ايه افطر عليهم الصبح وهو سخن. تمام. هنا بقى بوريكم، بصوا وانا بعمله بوريكم اهوت. بصوا طري ازاي، بصوا انا بوريكم المنظر. بصوا العجين نفسه طري. تحفة تحفة، جربوها يا بنات والله ما هتندموا. جميلة جدا وحاجة كويسة للأطفال. مقوي 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 مقوي، بدل العلاج اللي احنا بنشتريه والمقويات اللي احنا بنشتريها، لا دوت هيغنيكي على المقويات اللي انت تجيبيها وانك تكلفي نفسك وي لا. ده حلو وجميل جدا. فجربوها مش هتندموا. كده يعتبر الحلقه بتاعتنا الحمد لله خلصت، اللهم لك الحمد. بالله عليكم ما تنسونوش بالاشتراك واللايك بتاعكم علشان بيفرق معايا كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.